مجموعة من الأسئلة وبعد الأسئلة نشوف كلمة النهاردة. واحد بيقول أنا خادم شباب جامعة وأعجبت بإحدى المخدومات، يعني هو بيخدم جامعة وعازب أو يعني سنجل، وبعدين في بنوتة في لسه قدامها 3 سنين في جامعة، أنا بحاول أقرب منها علشان أعرفها، ده غلط؟ الحقيقة أنا متحفظ وهقول لك التحفظ ليه. الخادم بالنسبة للمخدوم هو قدوة، وبالنسبة لمجتمع الخدمة هو قدوة. فلما بيبقى خادم في سن جامعة كبير عن البنات وتعجبه بنت، غصب عنه عينه بتفضحه، وغصب عنه الأولاد والبنات أذكياء جدا وبيقروا الابتسامة والنظرة من على بعد 3 كيلو. فهيتقال انه واخدين بالكم من واحد يقول لك بس هي مش معبراه، وبعدين ده فرق السن كبير قوي، وبعدين في خادم يخش الكنيسه عشان يدور على مخدومه يرتبط بيها. انا ما بتكلمش هنا على فرق السن، انا بتكلم على العثره اللي ممكن تحصل في الخدمه. اسال على البنت وشوف البنت اولا لسه صغيره، اعرف عنها اللي تقدر تعرفه، لكن لو فعلا انت بتفكر في ارتباط انا افضل انك تسيب خدمه جامعه لغايه لما نشوف الموضوع ده هيرسى على ايه. لكن الحقيقه هيبان وبعدين هيقول لك دلوقتي ايه بقى، كلام كتير قوي يطلع في الكنيسه، يعني كل بنت تقول للتانية عقبالك ما تطلعي بخادم انت كمان هي كده يعني. فانا افضل ان مكان الخدمه هو مكان كرازه بالمسيح، مكان جد جدا، مفيش حاجه تمنع. لكن لما بيكون زميل وزميله ماشي في اجتماع خريجين، لكن خادم ومخدومه وفي اجتماع جامعه، انا شايف ان الموضوع هيعمل بلبله. فالحقيقه فكر في اللي انا بقوله لك واسال اب اعترافك كمان. سؤال تاني، انا طالب في سنه 3 كليه علوم، كل شويه يجيلي احلام يقظه اني نفسي اسافر الى اي بلد بره واشتغل واكون نفسي واتجوز واحده من هناك عشان اضمن مستقبل اولادي لما يكبروا وامن مستقبلي كويس. والاحلام دي والطموح ده مش سايبني بقاله فتره، لان فكرت اخد كورسات لغه للبلد اللي عايز اسافر لها. هل الجواز من واحده اجنبيه غلط؟ وهل الواحد لو بعد التخرج لو سافر بره مصر وكمل حياته بره افضل؟ محتاج نصيحة منك يا ابونا بخصوص الموضوع ده. انت سألت اكتر من حاجة. اول حاجة ان عندك احلام يقظة ليل ونهار انك تسافر، وبتقول عاوز أأمن مستقبلي واضمن مستقبل اولادي. مين قال ان اولادك مستقبلهم مضمون في البلد اللي انت رايحها؟ لا يوجد ضمان إلا في شخص رب المجد يسوع، وإنك أنت وأهل بيتك تعبد الرب كقول يشوع، إنك أنت تكون حريص إنك تاخد واحدة بنت ربنا. لما هتتجوز واحدة أجنبية أنت عارف الباك جراوند بتاعها إيه؟ أنت عارف إن أوروبا ما عندهمش حدود في العلاقات، وممكن الواحدة تكون ليها علاقات مرة واثنين وثلاثة قبل ما تتجوز. هل تقبل هذا الفكر؟ ما بقولش كلهم كده عشان اكون امين، ده انت عاوز واحده اجنبيه، يعني مش واحده حتى قبطيه عايشه في الخارج، انت عايز واحده اجنبيه. فالحقيقه الفكر غير الفكر، والخلفيات غير الخلفيات، والمستوى غير المستوى. ده لما بتبقى بنت من القاهره بتتجوز شاب من الصعيد الجواني شويه، بتحصل مشاكل في الارتباط ما بين مفهوم الحريه ومفهوم الخروج ومفهوم الدخول ومفهوم اللبس. ففي حاجه اسمها compatibility. يعني ايه compatibility؟ يعني compatible to، يعني واحد يتوائم مع واحد. فطبعا الجواز من الاجانب فيه ريسك عاليه قوي. نمره 2، مش طبعا انا بتكلم على نسبه ماجوريتي، لكن طبعا في حاجات ممكن تكون صغيره وناجحه. نمره 2، ان الضمان الطريقه اللي انت بتفكر فيها مش عجباني روحيا خالص. انت تقف قدام ربنا وتقول انت عاوز لي ايه يا رب؟ عاوز لي هنا انا كل اللي عاوزه ان انا اكون ابنك خدامك، اوعى الابديه تضيع مني. مش مهم البلد اللي هنا هعيش فيها فين، المهم البلد السماويه بتاعتي انا ما تضيعش مني، وجنسيتي بتاعت فوق ما تضيعش.
طب فرضا انت بعد هي بقى طبقا للكالتشر بتاعت بعد سنتين ثلاثه قالت لك انا خلاص ما بحبكش وبصراحه انا عاوزه انفصل عنك، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مع الكنيسه؟ هتتجوز تاني ازاي؟ يا حبيبي ارجوك فكر، بلاش الاحلام والطموحات ان كاره هنا ولازم اروح هناك. ما تسال ربنا يا اخي هو عاوز لك ايه وسلم حياتك ليه، عمرك ما هتندم. لكن اللي بيبقى ماشي بدراعه قوي ده وبيشق بدراعه من غير رؤيه ربنا لحياته بيتخبط كتير. سؤال بيقول اتكرر في سؤالين. سؤال بتقول انا عندي مشكله بقالها كتير داخله في 4 سنين، كنت مرتبطه بواحد بس مشكله ان احنا كنا يعني كلام الاهل ان احنا شبه مخطوبين وسيبنا بعض ورجعنا نتكلم تاني. انا مش مرتاحه من ساعه ما عرفته، في مشاكل. بس انا عندي مشكله تانية ان عندي 25 سنه وابويا كل شويه يكلمني على الجواز وزعلان قوي ان عندي 25 سنه. يا سلام، 25 سنه انت كبرتي كده يعني؟ ولسه ما فيش حد، وامي كل يوم بتكلمني في الموضوع ده وكل يوم في ضغط، كل شويه اقول خلاص هاخده وامشي معاه الدنيا علشان ما فيش حد جاي. وقعدت سنه من ساعه ما سيبنا بعض وما فيش حد فعلا جه. وفي نفس الوقت بقول الشخص ده انا عارفاه وحفظته واهلي هيطمنوا عليا، بيجي عليا لحظات بقول لا مش هقدر اكمل، وساعات بقول هو في مواصفات كويسه وهتعود عليه. احترت وحيرتينا وخايفه اسيب خالص تاني يوم تاني بعد كده اندم وما يجيش حد تاني. انا شخصيه هاديه ومش اجتماعيه واهلي زعلانين عليا. نفس السؤال ده في سؤال تاني، ابونا انا مخطوبه من سنه لكن في مشكله اني مش حاسه بحاجه من ناحيه الشخص ده، مع العلم انه انسان كويس جدا وكل اللي بتتعامل معاه بتحبه جدا وكل الناس بتتعامل معاه بتنبهر بشخصيته، وهو فعلا كويس جدا جدا. كل الحاجات اللي بشوفها فيه ان هو بيحاول يسعدني جدا كله جدا جدا، لكن انا من جوايا مفيش اي حاجه، حتى كلمه ان انا معجبه بيه او بحبه مش طالعه مني. اعمل ايه؟ المشكلتين دول او السؤالين دول فيهم حاجه يا بنات اسمها عين في الجنه وعين في النار. عارفين يعني ايه عين الجنه؟ مش قادر اسيب الموضوع لان ممكن تكون ماي لاست تشانس، دي اخر فرصه ليا واطلع بلوشي. انتوا واخدين بالكم؟ وفي الوقت نفسه مش قادر اقول هو ده لان ممكن جدا بعد كده لو انا قلت ولبست الدبله يعجبني حد غيره، او في البيت لما يبقى اتقفل علينا اوضه واحده ما يبقاش طايقاه يعني كده. يعني هي مش عارفه تعمل ايه. مين ممكن ياخد لك قرار؟ انا هقول لك حاجه يا بنتي، بصفه عامه الخبره بتقول ان لابد ان الانسان لما يتجوز يجوز صفات. يعني ايه بيتجوز صفات؟ فرضا انا شاب واتجوزت انسانه جميله جدا، اللي هي بقى الحاجات اللي بيصوروها دي بقى، مش عارف الشعر ايه والعينين لونها ايه واللي مش عارف الشكل شكله ايه، كل الحاجات بقى اللي هي ايه دي ربنا خلقها حاجه حلوه، وليكن بنتكلم بلغه الشباب حاجه حلوه قوي. وبعدين اكتشفت بقى احمد اتجوزت ملكه الجمال دي ان انسانه مغروره جدا 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 ولا تعبد الا جسدها بنرجسيه وشكلها بنرجسيه وما عندهاش استعداد للعطاء وشايف انها حلوه قوي ومستخسره نفسها فيك حتى. هتحصل ايه؟ هتحس انك انت جوازتك جوازه غلط. وبالتالي لما الانسان بيتجوز صفات مع حد ادنى في العاطفه اسمه قبول، ان في ارتياح القبول، لان هو ده الجواز اللي بيعمر، الجواز اللي فيه ايموشنز وباشن عاليه قوي ولما اشوفها اعرق وقلبي يخبط ده ده بياخد له اسبوعين، يعني المده بتاعته اسبوعين، وبعد كده الانسان بيكتشف الصفات. هو بقى اناني، هو قاعد طول على السرير قاعد يقزقز في لب وفستق ويقول لك هاتي لي نسكافيه هاتي لي ميه، وانت الديدبان اللي رايح جاي اللي هو سموك تطلب ايه؟ عظمتك عاوز ايه؟ مع الوقت هتلاقي نفسك مش طايقاه. فخلي بالكم الانسان بيتزوج صفات، بس لابد ان يكون في حد ادنى من القبول، لان القبول ده لو مش موجود احنا هنخش على حاجات تانية في الجواز منها العلاقة الجسدية. فالعلاقة الجسدية دي عايزة قبول وعاوزة نوع من انواع الاشتياق، لو الحاجات دي مش موجودة الموضوع بيبقى صعب قوي، بنظلم الانسان اللي احنا اخدناه من باب الاستخسار. فلازم يكون في اقتناع مع قبول، اقتناع بصفات مع قبول. لكن اللي هتفضل مترددة دي
صعب قوي قوي. ارجوك صلي وارجعي لحد يكون فاهمك وفاهمه وبخبرة الحياة كده يديلك نصايح اكتر. واحدة بتقول انا مخطوبة لانسان طيب ومحترم جدا وعلاقته بربنا حلوة، اب اعترافه من صغره بالصدفة طلع نفس اب اعترافي مع انه مش بيصلي في نفس الكنيسة، بس مشكلتي معاه انه هادي جدا وبيتكسف في تعامله مع الناس اللي لسه بيتعامل معاهم لأول مرة يشوفهم، وده عكس شخصيتي. فأنا منطلقة، وبسبب ضغط شغله ممكن ما يركزش قوي في التفاصيل الكتيرة، وأنا ما بقتش عارفة أقرر أعمل إيه. هي دي أسباب يا أبي كافية إني ما كملش؟ بصلي كتير ربنا يقول لي أعمل إيه ما يخلينيش أختار أنا. يا جماعة معلش، في دي انت اللي بيختاري مش ربنا اللي بيختارك. انت دلوقتي اكتشفتي واحد قماشته غير قماشتك، هو طبيعته هاديه خجوله. في بنت لما يكون جوزها هادي وخجول هي تخجل منه في وسط المجتمعات. عايز راجل كده مثلا. وفي واحده تانية تقول لا ده انسان جميل جدا ورقيق جدا، هو شخصيه مش اجتماعيه، هو شخصيه هاديه، وتقبل بهدوءه وتقبل، لان الشخصيه الهاديه فيها حته خجل ومش جرأه. فانت عايزه ايه؟ هو قماشته كده مش هتتغير، ويوم ما يحاول انه يتغير بيطلع بره توب نفسيته، فما تضغطيهوش. بس انت شفتي حاجه تعجب ولا ما تعجبش؟ الموضوع بسيط قوي. لما بقى عاوزه، لا عاوزين بقى ربنا يختار لي ولا انا اختار، بسيط. انا شفت السبت ده كان نفسي يبقى ألمونيا، بس هو الحقيقه معمول من قش الرز. طب انا اخده ولا ما اخدوش؟ هو قش. عاجبك تاخديه، مش عايزاه سيبيه، نحط فيه الاسئله. فخلاصه الكلام ان يعني انتوا بتدخلوا نفسكم في متاهات ليه؟ what you see what you get، what you buy what you get. اللي انت شايفاه هو اللي هتلاقيه، واللي انت اشتريتيه هو اللي انت هتلاقيه. يعني مفيش حد يا جماعه يشتري شمامه يقول لك الشمامه اسمها ميلون والبطيخه اسمها ووتر ميلون، انا هروح بالشمامه اصلي تطلع بطيخه. اللي اشترى شمامه هيلاقيها شمامه، واللي اشترى بطيخه هيلاقيها بطيخه. وقلت لكم المثل ده كتير، بس مش عارف الاسئله متكرره ليه. سؤال: سلام يا ابونا، انا عندي مشكله يبدو انها بسيطه مع اخويا، بس في مجملها صعبه لاني خادم بالكنيسه، بس انا بحس ان انا مش بنفذ اللي بقوله في الدروس مع اخويا بيعاملني معامله حاده شويه، ولما انفذ اللي عايزه مش بكون مرتاح وبحس اني متضايق. احنا 3 اخوات شغالين مع بعض في شركه بتاعتنا احنا ال3. اخويا الكبير هو اللي ماسك الشغل واحنا شغالين معاه، بس بيجيلي فكر ان الشغل ده بتاعه واحنا بس شغالين باليوميه، يعني ملناش ربح من الشركه. بحس اني باجي على نفسي معاه ومع الشغل، وكل ما افكر اسيبه بتضايق لاني باخد مرتب كبير يتعدى ال4000 جنيه ومش هلاقيه بره، وعلى طول بنخش في مشاكل، وبحس اني منافق لان بقول للاولاد في الخدمه حب اخوك وما تزعلش منه وسامحه، بس انا مش بعرف اعمل كده. انا محتار جدا مش عارف اعمل ايه، حاسس اني عايز اسيب الخدمه او اسيب الشغل، وخايف ان اكره اخويا بسبب الشغل. اولا انت بتحب اخوك، وعرفت لو بعد الشر عرفت ان اخوك ده اتعور او حصل له اي حاجه وحشه، انت من جواك هتتاذى عشان اخوك. بس احنا عندنا مشكله ان كنتوا شغالين مع بعض، والشغل حاجه والمحبه حاجه تاني. فلما بيكون في مدير وموظف من بره بتبقى اسهل بكتير قوي ان راجل ومراته يشتغل في شغلانه واحده، او واحد واخواته يشتغلوا في شغلانه واحده، لان بيبقى في واحد الكبير اللي هو وارث من ابوه الصنعه او وارث من ابوه الشركه، هو حاسس ان هو الشركه دي ورثه، واخواته ليهم شير وليهم مرتبات، بس انا صاحب الشغل. خليك معايا، لو هو فعلا صاحب الشغل يبقى هو صاحب الشغل، انت مالكش غير مرتب. لو انتوا وارثين البيزنس ده، لا انت ليك نسبه في راس المال زائد ليك المرتب. بس المشكله في ايه؟ ان مفيش تخصصات. عارفين يعني ايه مفيش تخصصات؟ المفروض لما يبقوا في 3 اخوات ماسكين بيزنس يقسموا، واحد يمسك مبيعات، واحد يمسك انتاج، واحد يمسك حسابات. لكن لما ال3 يعملوا هم ال3 كل حاجة مع بعض تبقى مشكلة. احنا عندنا هنا في الكنيسة انا ماسك خدمة شباب، قدس ابونا بشوي ماسك خدمة اخوة الرب، قدس ابونا مرقس ماسك المتزوجين وقطاعات الاسرة. معايا؟ كلنا
بنخدم في كنيسة واحدة، بس كل واحد واخد تاسك، كل واحد واخد مهمة، واخد شغلانة ملهوش دعوة بشغل أخوه. لو أنا وأبونا مهما كانت المحبة بيننا وبين بعض اشتغلنا في اجتماع واحد ممكن يحصل اختلاف. هيحصل اختلاف ليه؟ أنا ليا وجهة نظر، هو عاوز الترانيم في الاجتماع عشان الترانيم انا عاوز تسبيحه في الاجتماع. هتحصل وجهه نظر، هنبتدي واقول انا معديها علشان خاطر المحبه، واقول انا مستحمله عشان خاطر المحبه. بس ابتدى الشيطان يحط شويه رمله. علشان كده على قد ما يكون في محبه ووحدانيه لابد يكون في احترام للتخصص في العمل. فانت يا ريت الإجابة دي تقولها له، إن كل واحد فيكم يمسك حاجة ملهاش علاقة بالتاني، وبتقعدوا كل أسبوع بتحطوا خطة الشغل، كل واحد بيراجع على أخواته، مفيش مانع، بس مش انتوا الاتنين تعملوا نفس الحاجة، لأن هيبقى في اختلاف في وجهات النظر. معايا ولا مش معايا؟ يا إما أنت تقول أنا خلاص موظف واعتبر راس مالي هو أخويا الكبير، ومطرح ما يقول المدير أنا هعمل، يا اما تقول لا ده انا شريك معاه وساعتها اعملوا التخصصات اللي انا بقول لك عليها لو كان نوع الشغل ده ينفع فيه كده. واحده بتقول انا بحب واحد من منطقه ما وانا من منطقه تانية بعاد عن بعض قوي، المشكله ان هو شغال في مهنه والمهنه دي مهنه بتكسب كويس في احد الاوتيلات، بس المشكله ان اهلي مش موافقين عليه خالص لان هو في منطقه بعيده وانا في منطقه، يعني مثلا هو بحري وانا قبلي، انا بقول كده عشان ما اقولش التفاصيل قوي. المشكله ان هو معهوش غير 5 ابتدائي وهي معاها بكالوريوس، يعني هي مؤهل عالي. هي بتقول انا بحبه وهو بيحبنا واحنا الاتنين بنصلي كل يوم، وبالرغم ان هو ما عندوش مؤهل لكن كثقافه وكلغه بحكم انه بيشتغل في الاوتيلات بيتكلم انجليزي افضل مني، وخبرته في الحياه واسعه قوي، انا بالنسبه له حاسه ان انا قليله. احنا عندنا مشكلتين يا بنتي، انا مش هقول رايي في الموضوع بس انا بقول لك تفكري ازاي او يبقى عندك. بس عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه عدم التكافؤ التعليمي، وده مع الوقت هيعمل فرق. ولما الولاد يكبروا ويسالوا يا ماما انت معاكي، تقول لهم بكالوريوس تجاره، طب بابا معاه ايه؟ هتقولي ايه؟ انت بتقولي ان هو عنده استعداد ان يكمل محو اميه وبعدين ياخد ثانويه عامه وبعدين يخش جامعه علشانك. انت متخيله واحد في 5 ابتدائي عشان يعدي المشوار ده على الاقل عشان يخش كليه عاوز له قد ايه؟ انا ما اعرفش النظم اللي بيعمله حتى لو اخد كل سنتين في سنه، بس مع الشغل اللي هو فيه ده صعب. الاول يا بنتي على الاقل يكون معاه ما يوازي ثانويه عامه. نمره 2 يبقى اول مشكله مفيش تكافؤ في التعليم، وده بند مهم قوي، بنتكلم دايما عن التكافؤ. 2 عدم موافقة أهلك، ما أنت برضو مش هتكسري قلبهم، وأنا شايف إن الموضوع فيه عاطفة زايدة شوية من غير ما يكون فيه تفكير في المقابل، ويمكن بعد المسافات وكتر الرسائل اللي بيننا وبين بعض بتشعلل العاطفة أكتر شوية. أنا محتاجة إنك أنت تقفلي شوية العلاقة دي لمدة شهر وتفكري بعقلك في الموضوع وتتناقشي مع أهلك مرة واثنين وثلاثة. لو أصروا على اللأ الحقيقة في الآخر خالص هتسمعي كلام أهلك. لو ربنا حنن قلبهم وقالوا خلي بالك برضو أنا متحفظ شوية لأن ده تنازل بزيادة في غير مكانه، بس أنت حر. أنا بقول رأي شخصي مش رأي روحاني هنا، يعني الرأي ده شخصي مش ملزم، بس أنا بقول رأيي كأب كده ليكي أنت يا بنتي. واحد بيقول ان باباه توفى بقاله 3 سنين، ومن ساعة ما باباه توفى بقاله 3 سنين وهو مش مرتاح خالص لانه مش عارف بابا راح فين. بيقول ان هو كانوا طالبين مناولة لبابا وبعدين بابا حصل له نزيف وشبه غيبوبة ومات الفجر قبل التناول، وكان بقاله 2 شهر ما تناولش، فعنده افكار بتقول ان طالما ان ربنا ما سمحش ان هو يتناول قبل ما يموت يبقى هو كان غير مستحق انه يتناول وبالتالي هو في مكان وحش. وبعدين بيحكي على باباه الصفات الآتية. بيقول انا حسيت ان ربنا رفضه وكانت تبقى افكار اشد واصعب من دلوقتي. هو كان انسان عادي بيحب الناس كلها وطيب جدا، وربنا اعطاه بركات كتير وتحمل تجارب كتير، امراض وعمليات اتسرق وفشل في مشروع، ودايما يشكر ربنا لحد اخر يوم في حياته ويقول مرضي ارحم من ناس كتيره، اشكرك يا رب اني في بيتي، اشكرك يا رب اني بمشي وانا متسند مش اعيد،
مش قعيد ولا في مستشفى. كل يوم بصلي لربنا انه يديني رساله. وبعدين كاتب كلام كتير قوي ان حتى بعد الكهنه ما بتهديه هو بيقعد يومين ثلاثه مرتاح ناحيه مصير والده، وبعد كده الحروب تهجي وتاني. ما هو لو ربنا كان عاوزه كان ناوله قبل ما يروح السماء. اول حاجه بابا ما كانش رافض ربنا وتناول قبلها بشهرين. يمكن ده كسل من الاهل ان هم يطلبوا مناوله للمريض اللي في البيت كل شهر. ممكن يكون كسل من كاهن ان هو كان المفروض يناوله مره كل مثلا شهر، زي ما بنعمل هنا في الكنيسه بنناول كل الناس في بيوتها مره كل شهر ما بيقدروش يجوا. لكن في الوقت نفسه هو طيب وبيشكر ربنا وطيب جدا ويستحمل كل التجارب وبالراجل بيتناول. يعني انت ليه حاسس ان العلامه دي انه ملحقش يتناول؟ مين قال؟ لا يا ابني، ربنا حنين. واحنا لسه سامعين دلوقتي التامل بتاع قداسه البابا شنوده قد ايه تامل فيه رجاء. فانت اطمن، انت عندك مشكله ان فكرك هو اللي بيلف في الدايره دي. صدقني لو نزل لك الملاك ميخائيل باذن من ربنا يسوع المسيح وقال لك بابا في الفردوس اطمن، هتطمن اسبوع، وبعد اسبوع تقول مش يمكن ربنا بيعمل كده علشان يريحني؟ يعني هو الملاك هيكذب؟ والكهنه مش هتكذب عليك، بس انت عندك مشكله. يو ار اوبسيست، يعني الفكره بتزن في دماغك انك انت لا انا مش مطمن. لو جبنا لك مين مش هتصدق عشان انت رافض انك تصدق. ارجوك ما تتعبش نفسك ولا تتعبنا وصدق. في حد كاتب كلام بالانجليزي كتير قوي 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 قوي. بيقول ايه بقى في الكلام اللي بالانجليزي ده؟ بنوته سابت بلدها واتقابلت مع ناس مجموعه شله تانية، وكان في انسان عجبها، وبعدين يعني يظهر خدوا نمر بعض، وكانت متوقعه ان هو يبعت لها، ما بعت لهاش يوم 2 3، فهي اللي بعتت له الاول ما ردش عليها خالص. بالرغم ان هو في القعده والخروجه اللي خرجوها ديت في البلد اللي راحوا يتفسحوا فيها كان مهتم بيها جدا، ويعني تو نايس تو هير، يعني كان لطيف قوي معاها يعني. فهي اعتقدت ان في حاجه وهي متضايقه، خدت قرار ان بعد ما عملت له يعني زي انفيتيشن او ما اعرفش بيعملوا ايه يعني، عشان ما عنديش فكره قوي في الفيسبوك والحاجات دي، ان هي تسحب الريكوست ده. لكن في الوقت نفسه هي بقى شيز اوبسيسد، هي بقى عندها وسواس ان كل شويه تبص ما يكونش هو اتصل، ما يكونش هو. دي بقى حاجه لازم انت تعالجيها في نفسك. واضح جدا ان هو مش مهتم، وبصراحه لو كان مهتم كان بادر، او ممكن يكون كان لطيف معاكي عشان انت في بلد غريبه وحاسس ان الجنتله انه يعمل كده. في بنات عاطفيين قوي قوي قوي. لو ولد قال لها ازيك بس برقش، ازيك عامله ايه، انا بس حبيت اطمن عليكي، في موضوع. لا الحقيقه وانا قلت لكم قبل كده بلاش السهتانه. يعني اوقات في ولاد كده بقى وميست يو لاست ويك، انت ليه ما جيتيش الاسبوع اللي فات؟ فالبنت تعتقد بقى لا ده واخد باله امتى باجي وامتى ما باجيش، يبقى في حاجه. انا بقول للبنات مفيش حاجه لغايه لما هو يقول لك في حاجه. فاوقات البنت بتفضل وتتعذب بقى. عارفين سيخ كباب؟ بس احنا في صيام خلوها سيخ السمك. تفضل بقى اون اوف اون اوف اون اوف اون اوف، وتبقى اوبسيست زي اللي كل شويه تخش على الفيسبوك وتشوف الاكونت بتاع اونلاين اوفلاين اونلاين اوفلاين اونلاين اوفلاين اونلاين اوفلاين. وبعدين تفاجأ بقى انه عامل بروبوزل و15 بالونه بيطيروا بالهيليوم لواحده زميلتها في الكنيسه، يحصل لها انت اللي جبتيه لنفسك. ومفيش حد يقول يا ابونا اصل العواطف مش بالايد، لا العواطف بالايد. لو الانسان درب نفسه هو ممكن يسيطر على العواطف، حتى الوجعه بتبقى قليله يعني خساره وبس. في واحد بيقول وتقفل على نفسها وتحس انها هرتت بقى واتطعنت بالسكينه في ايه؟ هو ما قالش حاجه اساسا، بس هي اساسا عاشت الحلم. فخلي بالكم. وانتوا كمان
مش عارف اعمل فيكوا ايه. خليك راجل كده، اتعامل باحترام ووقار، بلاش الحته دي عارفينها دي، الحته دي بزياده شويه قوي. ابو الحنان بقى، لا، انت تلتزم وتخليك انسان بتراعي كده. وانتوا كمان برضو اللي بتتشعبل في حبال دايبه بيقولوا تقع على دماغها، معرفش هو في حاجه كده، بس انا مش عارف المثل ده بيقول ايه. هنكتفي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب افكركم ان احنا اتكلمنا في موضوع اسمه من فضلك ما تتجوز، من فضلك ما تتجوز، وقلنا ان احنا بنتكلم على بعض الصفات اللي لو كانت موجودة قبل الجواز وانت كنت واخد بالك منها وما عالجتهاش، او انت ما اخدتيش بالك منها، ممكن تسبب مشاكل كبيرة. فاحنا بنتكلم على بعض الامور اللي محتاجة الواحد يظبطها في نفسه قبل الجواز، لان في ناس كتيرة قوي بعد ما اتجوزوا حصلت مشاكل، تلاقي الناس اللي قاعدة في العيلة بتتكلم يقول لك بصراحة ما كانش ليهم جواز، بصراحة ما كانش ليهم ايه جواز، لان الجواز مش كنيسة وفيديو وريسبشن وبيبيون وفستان، لا، الجواز ده حياة، والحياة دي فيها صعوبات. وقلنا على 5 نماذج في محاضرتين، حد فاكر؟ نمرة 1 المدلع، 2 المتذمر، 3 العصبي، مش العصبي العادي، العصبية المرضية اللي هي بتأذي اللي حواليه، وبعدين المريض، وقلنا المريض النفسي والمريض بمرض مزمن والمريض بضعف جنسي. المفروض الناس ديت تكون عارفة ان هي المفروض ما تتقدمش للجواز قبل ما تعالج. قلنا حاجة تاني غير المريض، النرجسي، الإنسانة اللي عندها نرجسية أو الإنسان اللي عنده نرجسي، اللي هم بيقولوا عليه دكاترة النفس مصاص دماء. عارفين يعني ايه مصاص دماء؟ يعني بيتغذى على إعجاب كل الناس بيه ومستكتر نفسه على كل اللي حواليه. ففي بقى الأنانية وفي الذات وفي الكبرياء وفي الغرور. أنانية زائد غرور زائد كبرياء، هو ده الإنسان النرجسي، مش شايف غير نفسه، مش شايف غير إيه؟ غير نفسه. احنا كده قلنا كام صفة، علشان المرة الجاية إن شاء الله هتكون، يعني احنا المرة الجاية هنكون كام في الشهر؟ 18 و25، فعاوزين نختم السنة بمواضيع. فأنا النهاردة مضطر أن أخلص الموضوع ده كله، بس همشي بسرعة قوي في ال4 صفات الباقية، حتى لو كنت كلفت شوية الشرح اللي فيها، بس هتفضل الأفكار في دماغكم. مين تاني نقول له من فضلك ما تتجوز غير اللي احنا قلناهم؟ نمرة 6، سوري في اللفظ اللي هقوله، ابن ماما أو بنت بابا. بس ابن ماما في بعض الأحيان بتبقى نسبته أكتر من بنت بابا، لأن برضو في بنت بابا وفي بنت ماما. الإنسان وخاصة الولد لما بيبقى ابن ماما، ده نوع من أنواع التعلق المريض، نقول عليه ما اتفطمش، وممكن يكون متعلق بمامته عاطفيا ومتعلق بمامته عقليا، او متعلق بمامته عاطفيا وعقليا، ودي بقى اسوأ حاجة في الدنيا. يعني ايه متعلق بمامته عاطفيا؟ هو الولد جه على بنتين، فقعد معزز مكرم بيتخدم من 3 نساء في البيت، اخواته وامه، وتعامل معامله فيها دفء الحقيقه. واخوكم اكل؟ طب يا ماما انا ما اكلتش. دي بنتها تقول لها ما انت عندك الثلاجه، تقومي طب بس اخويا كبير ويقدر ياكل نفسه. عيب يا بنتي، شوفي اخوك عاوز ايه. علشان هو اتربى كده، دخل مع واحده ابتدت تحاسبه، فمين المنطقه المريحه بالنسبه له؟ ماما، مش مراته، لان مراته بتقول له انت ما شلتش معايا، وانت شلت مش عارف، وانت تجيب اللي مش عارفين، وانا اجيب الايه، وانا اعمل وانت تعمل، ولازم في شيرنج، ولازم تكون في مسؤوليات في البيت. مسؤوليات في البيت ده عند المملكه الثانيه، ده انا كنت قاعد معزز ناقص يعملوا لي باتيكير يعني، وانا قاعد على سرير كده، يعني كنت بقى ايه متدلع قوي. فما بيعرفش يعمل سويتش،
وبيزيد عن كده ان في اول الجواز في مشاكل وفي متطلبات من عروسته او من بقت زوجته، فبيلجأ دايما لمين؟ مين المريحة؟ هو عاوز واحدة تقول له عامل ايه يا ابني؟ اللحن التون ده ياه ما اقولكيش يا ماما. هو لما ده في الشغل المدير بيضطهدني وبيعمل كذا، يا حبيبي يا حبيبي هولع لك شمعة قدام ماري جرجس وشمعة قدام العذراء، وان شاء الله ان شاء الله هنشوف يوم في المدير بتاعك ده قريب. لا صلي لي يا ماما انا ماشي بصلاه. هو لو راح لمراته اشتكى لها مره والتانيه تقول له ما كل الرجاله بتشتغل انت بتشتكي ليه؟ انتوا واخدين بالكم بقى من المقارنه؟ وبعدين الراجل ما يشتكيش، انا اعرف البنات هي اللي بتشتكي. طب مش هقول لك حاجه تاني بس رايح لمين؟ لماما. يبقى ده التعلق الايه؟ العاطفي. التعلق العقلي ان هو اتربى وشايف ان ماما هي كنترولينج البيت وحكيمه وكل تصرفاتها حكيمه، هي اللي عرفت تدبر، هي اللي عرفت تكبر، هي اللي عرفت تربي، فبالنسبه له هي مرجع بيطمئن فيه لقراراته. فده اسمه تعلق عقلي، يعني دايما مشورته تبقى من عند مين؟ طب المشكله بتاع ابن بابا ده او ابن ماما او بنت بابا او بنت ماما مشكلتهم ايه؟ ان دايما الطرف ده غصب عنه من غير ما يحس بيغيظ الطرف التاني. تلاقي الزوجه مالها او اللي اختارها او خطيبته مالها، يعني يقول لها بصي انا كنت ناويين نجيب الدبله مضلعه بس لما سالت ماما قالت لي المدوره احلى. انت هتتجوزني ولا تتجوز ماما؟ بس اصل ماما قالت ان الدبله المدوره دي موديلها ما بيموتش، بيفضل يعني من ايام جده لغايه دلوقتي والايام حفيدك، لكن المضلعه دي موضه وبتبطل فما بيبقاش شكلها حلو. وانا بصراحه اقتنعت براي ماما، اصل ماما بتفكر كويس قوي. تبتدي بقى تتعب جدا جدا من الموضوع ده. فعلا هو في خلل هنا، هو ما تعودش انه يفكر لوحده، ما تعودش انه يتفطم. في المجتمعات اللي ممكن تكون حتى في الصعيد ده بيبقى حق. يعني ايه حق؟ يعني يبقى في بيت عيله وفي الام الكبيره ام الولاد، البت اللي تتجوز تخرج لكن الواد اللي يتجوز يقعد. فمين الزمان اللي كانت تبقى في البيت؟ ام الولد، وهي اللي بتوزع الشغل على البنات. انت عليك الخبيز وانت عليك الطحين وانت عليك الغسيل وانت عليك نظافه البيت. ولو اتخانقوا قلت لهم هنعمل لكم دوري وجدول وكل اسبوع تغيروا، مين اللي بيمشي كل الامور؟ ففي رجاله اتعودت بسبب البيئه او بسبب الدلع والاحتواء وعدم الفطام من الام، ان الام كانت مبسوطه ان ابنها يبقى ملتصق بيها، فعملت كارثه ان ابنها ما عرفش يتفطم منها. المفروض الاباء يشجعوا اولادهم وبناتهم ان كل مرحله سنيه يكون فيها مرحله من الاستقلال. مش الاستقلال يعني نعيش بره، الاستقلال انك انت تفكري وانك انت تفكر وانك انت تاخد قرارك. لكن بعض الامهات مريضه بحب ابنها فبتفضل محتفظه بابنها لانها بتديله فلو اوف لاف، ومعاه واحده في البيت بتديله فلو اوف نكد. انتوا واخدين بالكم؟ فهنا في نكد وهنا في ايه؟ سلامتك يا حبيبي، صوتك متغير يا حبيبي، في حاجه يا حبيبي؟ اوعى تكون مزعل مراتك. شوفوا الذكاوه، اوعى تكون مزعل مراتك. لا انا اللي مزعلها، تقول بس هي ما تزعلكش. لا لا دي بنت ناس ومتربيه. طب انا هحكي لك يا ماما بقى. ما هي انا اقول لكم بس بتيجي ازاي يعني. خلاصه الكلام انك انت لو فيك الديفكت ده وبتقول ان المثل الاعلى وقدوتي في الحياه واللي ما اقدرش انفصل عنه ماما، دي مشكله خطيره جدا. بصراحه احسن ما تتجوز الا لما تتفطم الاول، لان دايما هتبقى ظالم زوجتك لانها حاسه انها نمره 2. والزوجه اوقات تغلط فتبتدي تخش في منافسه مع امه وتقول طب مش هو كذا كذا، شفت بقى هي قالت ايه؟ عشان انت شايفها انها كويسه بس طنط مش كويسه، بس انت اللي مش شايف، اصل احنا ستات ونفهم بعض. عارفين يقول لها ايه؟ لعلمك بقى انت قلبك اسود، انت اللي قلبك اسود، واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد. بخ تعالى يا ابونا.
ابونا تعال يا ابونا، في مشكله يا ابونا، في مشكله فعلا. عاوز دايما يكون ابن مدلل، دي مشكلته. وكمان بقى مراته تتغاظ ليه؟ تقول له ممكن نتكلم مع بعض شويه، انا تعبان. طب ممكن تسيب الموبايل وتكلمني، اصل بس اخلص الجيم دوت وافضلك. وبعدين تبص على اللوج بتاع الموبايل تلاقيه وهو في وسط شغل تلت ساعه مع مامته، وبعديها ساعه بريك، وبعدين ربع ساعه مع مامته، وبعديها ساعه بريك، وبعدين 10 دقائق مع مامته. يا نهار ابيض، يعني انت بتتكلم مع طنط كل يوم ساعه وانا ما انتش فاضي تسمعني؟ الحقيقه عندنا مشكله. اذا ما كنتيش هتعرفي تتفطمي من ماما او من بابا، عندي بقى مشكله تانية، ان في بنت مش عارفه تتجوز. عارفين ليه؟ لان الرجل عندها هو بابا، اي حد تاني شبه رجل. يعني لسه بمرحله من مراحل التطور، لكن ما وصلتش للرجوله اللي شايفاها في بابا. لما تكون البنت بقى مقتنعه بباباها، وباباها ده حاجه حلوه فعلا، حاسه انها برضه بتعمل نفس العمله، يا تاخد راي ماما في كل حاجه يا تاخد راي بابا في كل حاجه. طب دوت يأذي الراجل؟ بيأذي الراجل لانه بيحس انه مش راجل في بيته. فنمره 6 في الصفات اللي احنا بنقولها من فضلك ما تتجوزش، اللي هو بنقول عليه بنت بابا او ابن ماما او وات ايفر يعني. طيب مين تاني بنقول له من فضلك ما تتجوزش؟ مين تاني بنقول له من فضلك ما تتجوزش؟ واحد تاني بنقول له من فضلك ما تتجوزش، اسمه الكذاب. والكذاب مش واحد يعني في غلطه كذب او يعني غلطه وبعدين انا بقول لك انا ضميري تعبني، اصل انا كذبت عليك، انا ما بحبش اكذب ولا بحترم الكذابين، هو كان كذا كذا بس لقيتك مكشره. او هي تقول له بص بقى بصراحه انا كنت خايفه منك، فقلت لك الواد نجح بس الواد ما نجحش، بس انا ما قدرتش اكذب عليك الا بس قلت اهديها بالليل عشان الواد يروح المدرسه وبعدين احكي لك تكون هديت شويه. دي تعدي، مش هي دي اللي انا اقصدها. مش معنى كده ان الكذب ده صح، لكن انا بتكلم ان دي تعدي. انا بتكلم على نوع تاني اسمه باثولوجيكال لاير. كلمة باثولوجي في الطب يعني مرض، علم الأمراض. فلما نقول باثولوجيكال لاير يعني الكذب المرضي. يعني إيه الكذب المرضي؟ يعني كذبة صدقة، يعني صدق يعني، والكذب معلومة صادقة معلومة كاذبة، صادقة كاذبة، صادقة كاذبة، كاذبة كاذبة، صادقة صادقة صادقة، 2 كاذبة ورا بعض. ما تعرفلوش وممثل بارع ومتقن للكذب، ولدرجة انه ممكن يعمل اي حاجة اتأخر وعارف ان مثلا هيعكنن عليهم، يروح نازل ضارب ايديه في كاوتش العربية وفتح الكبوت، حتة شحمة يروح الكاوتش فرع مني، مش عارف عن العربية دي شؤم من ساعة ما جبتها. قلت له معلش يا حبيبي معلش يا حبيبي برضه ملحوقة، طب ادخل استحمى بس نظف نفسك ونلحق مشوارنا. ضحكت عليها مرة على مرة. الكذب ملوش رجلين، والكذاب بينكشف، والظروف بتكشفه، وربنا بيكشفه، واولاده بيكشفوه، وساعتها بتبقى الطامة الكبرى. هقول لكم معلومتين. الجواز المسيحي يبنى على الثقة، والكذب بيهدم الثقة ويدخل الشك. الجوازة دي تستمر ازاي؟ هنجيب بقى مخبر يمشي وراه او مخبر يمشي وراها. فالحقيقة اللي عنده نوع من انواع الكذب المرضي ده بصراحة لازم يتوب ويعالج نفسه، ويعرف كده ان الكذاب لا يحترم. لان الزوجة لما تعرف ان جوزها بيكذب ويلف ويدور في الكلام بيسقط من نظر، واخدين بالكم بقول لكم ايه؟ بيسقط من نظرها لانه بقى طفل صغير. زي طالب في المدرسه كده لابس مرياله، ما اعرفش دلوقتي بطلوا مرايل، ايامنا كان في حاجه اسمها مرياله كده زي الجلابيه لغايه الركبه كده، مش عارف ليه يعني. المهم كان في حاجه اسمها مرياله، تلاقي بص في المرياله كده ويقول له اصل يا استاذ كان بابا عيان امبارح وانا ما حليتش الواجب عشان ماما كانت مش عارفين. والمدرس عارف الواد كداب يا واد انت بتكذب، يقول له مش هضربك عشان الواجب، انا هضربك عشان الكذب. يحلف يقول له طب كلم بابا بالتليفون، والابوه زي الفل بس هو خلاص بقى بروفيشنال في الكذب، واكتشف ان الكذب ده خرجه من موقف واتنين، فاستسهل القصه. يقول لك يعني وش مقلوب
ولا اكذب كذبه تعدي ليله؟ لا، اكذب كذبه تعدي ليله. وهي تقول عصبيه بقى وجنان، ولا اكذب كذبه تعدي ليله؟ لا، اكذب كذبه تعدي ليله. بتنكشف مره واتنين والانسان يفقد الثقه في الاخر، وعندما يفقد الثقه في الاخر يفقد الاحترام ايضا، لان المجتمع لا يحترم كاذبا، والاسره لا تحترم كاذبا، والعيال يبصوا لبعض يقولوا شفت بابا دخلته دي بيثبت ماما، يقول له يعني العيال عارفين ابوهم كذاب. اي قيمه بيديها لابوهم بيديها الاب لابنه لما الابن يعرف ان الاب كذاب. الحقيقه يا جماعه اللي عنده الداء ده وتعود انه يكذب في الشغل، ما هي بتبتدي في الشغل عشان بس ما يتخصملكش يوم، وبعدين توسع شويه، 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 لغايه لما يبقى نمط في الحياه. بصراحه مفيش مخافه الله في القلب، عشان كده اتعودنا ان احنا نكذب. بس الكذاب لما بينكشف الطرف التاني بيبقى من اتعس الناس، لانه خلاص ما بيثقش في اي حاجه بيقولها بعد كده. احنا قلنا كم حاجه دلوقتي؟ ابن ماما ده نمره 6، والكذاب نمره 7، 8. واحد تاني لازم ما يتجوزش، وخدوا كلامي سيريسلي، حاجه اسمها مش عارف اقولها لكم ازاي، هو اكسبريشن انجليزي او امريكاني اسمه بلاي بوي. يعني ايه البلاي بوي؟ الواد اللعبي، الواد بقى اللي ايه، يعني من صغره كده، من هو في اولى ابتدائي ليه علاقات، في اولى ابتدائي جوانا، في ثانيه ابتدائي مارينا، في ثالثه ابتدائي يوستينا، في رابعه ابتدائي اي اينا. انتوا واخدين بالكم؟ وطلع في الجامعه بقى حديث البنات. ده لما يا جماعه بيرتبط بيبقى من جواه عنده احساس يسيب هذا البلاط الملكي كله وتحبس مع واحده، مستكتر نفسه طبعا على واحده. والمشكله انه ارتبط من غير ما يتوب. اصل في ناس لما بتتوب بتبقى توبتها واضحه، بيتغير 180 درجه. لا، احنا دوت ما بنقولش عليه لا. طالما اب اعترافه شاهد بتوبته، طالما الكنيسه شاهده بتوبته، ده يبقى افضل من ناس كتيره قوي لما دام تاب بجد وحط نقطه على الماضي. بس المشكله ان في ناس لا، بتبقى مستحليه المود. يعني مستحليه المود يعني هو ايه؟ حتى بعد ما اتجوز عاوز يحتفظ ان هو لسه لازال الفتى الجذاب، بالجيم مش بالكاف، يعني جذاب. عارفين يعني ايه؟ يعني لما يقف كده يلاقي ان في بنات او ستات بتبص له، وراجل بقى مريح نفسه واخد باله من شكله قوي، والحقيقه عنده تليفونين، تليفون ما بيخشش البيت خالص، وتليفون كله بوستات البابا كيرلس ده جوه البيت. ويعني لا يعني وهو يفتخر انه غويط، يقول لك اخوه غويط حويط مش قيط، اي حاجه برضه بالقيط كده، هو كده شايف نفسه انه ايه. لا، الحقيقه ده بلاي بوي، بيخش من علاقه لعلاقه، مفيش توبه. مهما يكون هو شايف في نظر نفسه انه لذيذ. وبعدين بص يا ابونا، صدقني عمرها ما بتخش في حاجات غلط، بس يعني مش كل يوم تفاح، ده حتى لو واحد بياكل كل يوم تفاح يزهق. حاجه كده يعني على الماشي كده، سبايسي، حاجه سبايسي كده، حاجه سبايسي. طب ولو مراتك اشتغلت في السبايسي تبقى انت موافق؟ يعني انت بتدي نفسك حق انك تبقى فيري سمارت وفيري هانسم واللذيذ الجميل اللي كل الستات كانت بتحسد مراتي عليا ويا خساره الجواز ايدني، وتلاقيه ايام كده يقلع الدبله ويقول لمراته عندي حساسيه من الذهب. انتوا واخدين بالكم؟ ده البلاي بوي بقى، انتوا واخدين بالكم؟ وبعدين بقى طب ده ايه ده؟ في نظر نفسه انسان لذيذ، انسان لطيف، من الاخر كده يا حبيبي انت في نظر الله انسان زاني، ولا تحترم هذا السر المقدس. والعفة قبل الجواز وبعد الجواز شرط أساسي في علاقتنا مع بعض، وإلا يبقى في وسطك حرام يا إسرائيل، هتدفع ثمنه. ولا تتخيل
الاعترافات بالدموع اللي بتبقى عندي لما تبقى بنتي عندها 18 سنة وتكتشف ان باباها اذا بلاي بوي مع سكرتيرة ولا مع زميلة ليه في الشغل. ياه على الجرح، قتل. لان المثل الاعلى اللي المفروض تبص له وتفتخر بيه بقى ولا حاجة بالنسبة لها، اقل من ولا حاجة. بس انا مش لاقي كلمة اقدر اوصفها. في ناس كده، وفي بلاي وومن برضو، يعني تحب تكون محط الانظار في الشغل بقى وتفرح قوي بنيو لوك، يا النهارده فيري بريتي ثانك يو، وتبقى بكره بتعمل حاجه جديده وتحب تكون الانظار عليها قوي. يعني تقول انا ما بغلطش، بس هو حد يكره ان حد يقول لواحده انها حلوه؟ يا سلام، اتقبلين كلمه من رجل غريب؟ ازاي؟ تقول لي اصل اللي في البيت ما بيقولهاش. مش مبرر، لان بدايه السقوط لاي بنت او اي ست ودنها، انها سابت ودنها لواحد يقول لها كلام هي محتاجه تسمعه. ولا مبرر، لان الكلمه التي تقبليها من رجل غريب وتحرك حاجه جواك هي زنا ايضا. حتى لو انت شايفه في نفسك انك انت بقيتي سنك 40 سنه وبيقولوا عليك انت ما تجيبيش 22 سنه، برضه ده زنا. فاللي هو شايف نفسه مستكتر نفسه على الجواز، لا، انت ما تتجوزش وتظلم انسان تاني، لانها تجرح قوي قوي انك تكتشف في يوم من الايام، حتى وليس بضرورة ارتكاب الخطية كاملة، بس يبقى فكر زوجتك او فكر زوجك مع حد تاني ولو لمدة ثانية واحدة امام الله، هذا زنا. وانا مسؤول عن اللي بقوله. عشان كده المسيح قال تحذير، قال الزنا مش اتنين يتقابلوا في مكان ويتقفل عليهم، لا 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 لا، من نظر الى امرأة. يعني لو واحد في شغل كانت فين دي من 7 سنين انت كده وقعت. او لو تقول ايه فلان ده يا ابونا هزار، ده من باب الاعجاب، بس هو بصراحة يا ابونا سوبر ستار. يسلم، سوبر ستار. يعني ايه سوبر ستار؟ اصله لا لا، يجنن يجنن. في واحدة ست عفيفة بتخاف المسيح وعينها في عينيه وهي بتصلي، ده يكون فكرها؟ يبقى هنخليها بلاي بوي، بلاي جيرل، بلاي وومن، بلاي مان، ماليش دعوة. لكن انتوا فهمتوا عدم النقاوة والطهارة الداخلية يا ولاد. إذا ما تبتش ما ترتبطش. لكن ما تقولش انا اعمل ايه، عملت فيك ما علمت والطبع فيك غالب. يعني ايه الطبع فيك غالب؟ يعني ايه الطبع فيك غالب؟ احنا قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي النهارده؟ 3 النهارده. احنا في نمره 8 مش كده؟ نمره 8 البلاي بوي. احنا النهارده قلنا ابن ماما الكذاب اللي هو بيوصف نفسه شقي. يا سلام يا خليك شقي في اي حاجه تاني، شقي في الرحلات، شقي في الالعاب، نقبلها دي. اللي بعد كده وده نختم بيه، من فضلك ما تتجوزش لو انت مدمن. المدمن ما يتجوز. طبعا كل ده تحت شرط الا التوبه وتصحيح المسار. في كل اللي انا قلتهم التوبه وتصحيح المسار تنقلك. يعني ايه المدمن ما يتجوزش؟ الادمان ده انواع كتيره قوي. الادمان سلوك مدمر. يعني ايه سلوك مدمر؟ على سبيل المثال المدمن معزول. يعني ايه المدمن معزول؟ هو عاوز الحاجه اللي بيحبها ويتقفل على نفسه ومش عاوز دعوه باي حد. يعني هقول لكم حاجه، انا في مره من بلاد المهجر، يعني احد البلاد، احد الاباء طلب مني ان ادخل في مشكله زوجيه. بليف ات اور نوت ان بعد ما مشيت ان عرفت ان هما الاثنين انفصلوا. عارفين انفصلوا ليه؟ لان الزوج كان مدمن ايه؟ مدمن جيمز على الكمبيوتر. مشتري سفينه فضاء، 14 صاروخ نووي، 14 مركبه فضائيه صغيره بتضرب صواريخ بعيده المدى، حرب كواكب يعني كده،
حرب العالم الثالث والعالم الرابع وعنده اسلحه وبيشتريها بقى وبيحصن نفسه بقى ويفضل يلعب. يرجع من الشغل مراته تقول له تتغدى ايه يا حبيبي عشان نتغدى سوا، يعني انا قلت استنى هاتي لي سندوتش. انت مش هتتغدى معانا؟ مش قادر. الادمان بعد الجرعه بتاعت الجيم. ويقعد بليف ات اور نوت ان جات لي بنت بتقول لي دي نمره ماما كلمها وقول لها انها دمرت بيتنا. قلت لها ليه؟ قالت لي بتلعب المزرعه. قلت لها مين المزرعه دي؟ قالت لي طول النهار تشتري في بقر وتحلبه وبعدين تجيب لبن وتبيعه وبرسيم ومش عارف مين وتشتري بيت وبعدين تشتري مش عارف مخزن للتبن. انا ما بفهمش في الحاجات دي خالص، يعني بيني وبينكم ما اعرفش ان كان في لعبه، بس يمكن اللعبه دي كانت قديمه لان انا فاكر الاعتراف ده كان من 5 6 7 سنين كده يعني. فطول النهار في مشكله في البيت. فامي نسيت انها انا جعانه عندكم الاكل يا ماما تعالي راجعي لي سمعي لي نص اختك تسمع لك. طب انت في ايه؟ انا مقدمه استماره 6 قاعده على المزرعه بتاعتي. يعني يا ولاد دي المزرعه ده يعني اسيب راس مالي؟ يعني اضيع المزرعه عشان حد مع انكم منفعتوا اساسا يعني، بس المزرعه بقيالي. واحده تكبر وتشتري. تصوروا بتقول لي خد كلم ماما. قلت لها يا بنتي ما اقدرش ما اعرفهاش، هتخش فيها شمال اقول لها بيعي المزرعه يعني مش هتقبل طبعا. المدمن معزول، المدمن مسلوب الاراده، المدمن عبء على اهل بيته. والادمان ده بقى درجات، يعني ادمان حلقات تلفزيونيه، تلاقي الام كده بيتها يضرب يقلب، تخش ما تعرفش انت داخل ايه. كلينكس على الارض، مناديل على الارض، الفوطه على الارض، الشراب على السرير، الفستان في السقف، اي حاجه في اي حته. وتلاقي تحس دخلت بيت مش ممكن يكون يصلح للحياه الادميه. ليه؟ عشان الام بتتفرج على الحلقه 372 في مسلسل ماشي بسرعه بطء النمله يعني، وبقى يبقى في سر خطير اصلا هيفرق معاها في الاخر، هيجوزها ولا هيسيبها. وكل يوم تستنى الحلقه بتاعت هيجوزها ولا هيسيبها، والحلقه دي ما بتجيش وتتفاعل مع احداث المسلسل. تقول مش متربي ده سيناريو يا ماما مكتوب، يعني انت دخلتي جوه الايفنت قوي وعشتي المسلسل مثلا يعني. ده ادمان. وفي بقى ادمان بقى بالعنك الفيسبوك بقى، ده اللي خلى البيوت بتاعتنا خربانه. بقينا مش اسره، بقينا مجموعه من الافراد الغرباء عايشين تحت سقف واحد، كاننا بنسيون. معايا ولا مش معايا؟ فايه اللي بيحصل في البيوت النهارده؟ ده ادمان الميديا. مصيبه. زمان كانت الناس يدولنا تدريب كده، لو قمت في نص الليل اعرف ان الملاك صحك عشان تقول مزمور. احنا اتربينا على كده في صغرنا. دلوقتي الناس لو قلقت في نص الليل، ده وهو لو قلق الساعه 3 صباحا عشان يخش التواليت، يروح فاتح الموبايل وشاف الفيسبوك في ايه لغايه لما يوصل للحمام ويرجع تاني. ايه اللي حصل للناس ده؟ ده ادمان. في ادمان اسوأ، وهو ادمان بقى الخمور، ادمان المخدرات، ادمان القمار. وكل الحاجات دي مفيش حد اتولد مدمن، هو ابتدى انه يجرب. يقول لك انتوا محبكينها قوي، يعني جت من بق وبعدين ايه بق تاني، وبعدين ايه بق تالت، وبعدين ايه عاوزين نعمل دماغ، وبعدين الليله دي ناقصها ايه بقين. وتفضل تمسك العاده فيا. يبتدوا يلعبوا شويه قمار بقشاط اي حاجه، قشاط الكازوزه، قشاط اي حاجه، قشاط الطاوله. وبعدين يبقى عنده حب المكسب، فنبتدي نلعب الدور بربع جنيه او بنص جنيه، او الدور هو الجنيه بيجيب حاجه النهارده، دور بجنيه، وبعدين يبقى ب5 جنيه. ادمان. نشكر ربنا ادمان القمار في مصر مش مشهور قوي وان كان موجود، لكن الاسوأ ادمان المخدرات. بقيت معزول، بقيت عبء على بيتك. انا لن انسى ان انا كنت بظرف ما كنت في مركز اسمه مركز السموم ده تبع جامعة عين شمس، اللي هم الناس اللي انتحرت او اتسممت بيودوهم يعني هناك. فانا لسبب حاجة متعلقة بالخدمة كنت انا واقف. عيل عنده 3 سنين
عنده 3 سنين، داخل الاب والام في حاله من حالات الهلع، حاله من حالات الهلع، ومش عاوزين يقولوا. فبقول لهم احنا لازم نعرف ايه اللي في الولد، وجايب له هبوط عشان نلحق نعالجه. يعني اكل حاجه غلط. يعني اكل حاجه غلط، بيتزا محمضه ولا حته لحمه مخضره ولا بتاع. في الاخر خالص فتح الدرج بتاع ابوه، لقى قطعه مكعبه كده، الواد افتكرها شوكولاته، لقى طعمها وحش، يتفها استخسرها، بلعها، بقى عنده هبوط في الدوره الدمويه. انا ما اعرفش القصه انتهت على ايه، لان انا الموضوع اللي كنت رايح له خلص وكان عندي خدمه تانية فمشيت. بس تصوروا يا جماعه قد ايه ممكن الانسان الادمان يدمره، ويبقى الانسان عايش في الدينايل، يقول لك على فكره انا مش مدمن، والحاجات دي سمحوا بيها في امريكا خلاص، وسمحوا بيها في كندا، زي السؤال اللي كان جاي لي من اسبوع ولا بتاع. دي حاجات بسيطه كلها. السجاير في حد ذاتها ادمان، لكن انا بتكلم على الاقل على الادمان اللي ممكن يمنع الانسان من الجواز. ما ينفعش انسان عنده سلوك ادماني في مخدرات او خمور يتجوز. احنا قلنا كام نوع النهارده؟ قلنا ابن ماما والكذاب والبلاي بوي او الواد اللعب، يعني بتاع البنات، بيسموه بتاع البنات، وبعد كده المدمن، مش كده؟ انا بقى هقول نصيحه للبنات في الاخر خالص. انا بقول لكم من فضلك ما تتجوزش لو انت فيك العيب ده. امال انا هقول لك ايه بقى نصيحه؟ من فضلك ما تتجوزيش، ومن فضلك ما تتجوز انسان في قلبه مفيش مخافه الله. لو اغنى انسان في الدنيا، لو اشبع كل العواطف الدنيا، لو في قلبه مفيش مخافه الله. احنا عندنا مشاكل كتيره في الجواز، والكهنه بتضيع الساعات، كله سببه ان في اختيار لانسان مفهوش روح الله القدوس. متعمد وممسوح بالميرون، لكن ابعد ما يكون عن مخافه الله. اللي كبيره، اللي ملوش كبير اسمه رب المجد يسوع المسيح، تاخديه ليه؟ اللي ملهاش كبير بتخشع له اسمه رب المجد يسوع المسيح. كلكم بتدوروا على اعتبارات ماديه واعتبارات اجتماعيه، وانا مش ضد ان ده يراعى، لكن المقام الاول عندي انسان يكون في قلبه مخافه الله. هو ده اللي هيصونك يا بنتي، هو ده اللي مش هيكذب عليكي، هو ده عمره ما هيكون بلاي بوي، وعلشان هو سوي ومرتبط بربنا عمره ما هيكون ابن ماما. وحتى لو اتعصب مش هيبات الا لما يصالحك ويطبطب عليكي. خدوا ابن ربنا، خدوا بنت ربنا. عندنا قصة في الكتاب المقدس، إبراهيم خلف إسحاق، لما قرر إنه يجوز إسحاق ابنه، بعت واحد اسمه العاذر الدمشقي وقال له تروح وما تاخدش إلا من عشيرتنا، ويبقى في علامة ربنا مختارها، علشان ده جواز، مش شهوة، مش جنس، مش هروب من عنوسة، لا، ده جواز سر مقدس. إذا ما تأسس على المسيح، باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. ممكن أكون شديت عليكم في الآخر شوية، بس هل في أي دافع عندي أنا غير مصلحتكم يا ولاد؟ هل أنا حد موصيني عليكم مثلا؟ أنا ما بعملش كده إلا من اللي أنا شايفه، لأن أنا بابا يا ولاد، أنا بابا. شفت كتير وتعلمت كتير، واللي قريته في الكتاب المقدس هو كل الحق، واللي شفته في العالم بيثبت صحة اللي جه في الكتاب المقدس. لما تيجي تتجوز، اتجوز بنته، مش بنت عينك اختارتها. ولما تيجي تتجوزي، اتجوزي ابنه، مش ماركة عربيته. طولت عليكم.